بداية كده رأيك في ان البيع الانفرادي وصل النادي الاهلي 41 مليون جنيه في حوالي 11 مباراة، وايضا ان حضرتك قلت لي في البرنامج ان شركة بريزنتيشن عرضت عليك 20 مليون، وايضا ان انت رفضت هذا الكلام. والمهندس عدلي كمان تطرق لفكرة ان الدكتور كمال قال يعني ده شيء وطني، وانا شايف ان الموضوع ملوش دعوه بقى بالوطنيه وكده، دي مصلحه انديه وان من امتى يعني التلفزيون المصري ده شيء مهم وكلام من هذا القبيل. و يعني في النهايه انت بتشوف الموضوع ازاي؟ هل دي خساره ماديه للانديه عدم البيع الانفرادي؟ هل شايف النادي الاهلي وما وصل اليه ده شيء منطقي انه يوصل ل 41 مليون جنيه في ظل الظروف الراهنه؟ المهندس عادل القيعي بيقول انا مش ماليش دعوه، المهندس محمد الامين يدفع 41، يدفع 60، يدفع 80، دي فلوسه وهو حر فيها وعارف كويس قوي هيجيب فلوسه ازاي، لكن في النهايه النادي الاهلي هيحصل على الفلوس دي ولا لا؟ نفس القصه بالنسبه لنادي الزمالك يا دكتور كمال. لا انا الحقيقه يعني ما يهمنيش يعني الاستاذ عادل يقول لك مش وطنيه ومش وطنيه. انا بتكلم على مسؤوليه توليتها من خلال لجنه الانديه. تمام. لو الاهلي والزمالك الاثنين بس فردي مفيش حد هيستفيد من الانديه كلها تقع. وده اللي كان ماشي بيه الكابتن حسن حمدي لما كان رئيس الانديه. وكان الاستاذ ممدوح رئيس اللجنه بس لجنه منبثقه من لجنه الانديه. فاذا كان الموقف اختلف لما ما تولاش المسؤوليه دي حاجه بتاعته. يعني كون بقى ان الاستاذ بريزنتيشن ولا فيوتشر اللي خدت قضيه البث والله هي حره تدفع اللي هي عاوزاه. لكن كل الكلام ده ما حصلش الا بعد ما تحدد التعاقد مع التلفزيون المصري. يعني بريزنتيشن دي ما جاتش عرضت عليك الا بعد التعاقد. بالظبط. يعني مش قبل التعاقد. لا ما فيش قبل، ما فيش حد اتكلم في الموضوع قبل التعاقد. لان الوقت كان قليل، بعيد ثاني الكلام، الوقت كان قليل. بعد ما خدنا الموافقات الامنيه على تنظيم الدوري وبدايته. وما كانش قدامنا غير الامر المباشر عشان تلحق تذيع المباريات. والامر المباشر كان في الحاله دي الجهه الحكوميه هي الانسب. وعلى فكره احنا خدنا يعني اخذ وعطى مع التلفزيون المصري عشان يقبل. لانه برضه بالنسبه له قضيه 70 مليون دي قضيه كانت كبيره يعني. وانا يتهيألي ما خدوش هم القرار، يعني القرار اتعرض على قرار جه من رئاسه الوزراء. بالظبط كده. وان وزير الماليه قال ان الفلوس دي هتدفع. بالظبط. يعني الموضوع مش سهل او بسيط او حاجه كده. هذه فتره استثنائيه وقلنا ان هيتعمل بعد 3 اشهر ورص شروط البث ل3 سنين الجايين. ولا الاتفاق على كده. ويدخل من يدخل بقى نشوف الاسعار. تمام. السنه اللي فاتت كان اظن كان 27 مليون جنيه، تم تحصيل 18 مليون جنيه. 18 مليون جنيه. وكانوا هم الساده اللي كانوا مسؤولين في الوقت ده. كان رئيس لجنه الانديه كابتن حسن حمدي، وكان رئيس لجنه البث الاستاذ ممدوح عباس. ممدوح عباس. عم بيتكلم على واقع، واخد بالك. وفتره استثنائيه جدا، وربنا يوفق وتتم بخير والدوري يكمل والناس تستمتع ومصر ترجع تاني مستقره ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور كمال، النهارده كنت حضرتك موجود مع وزير الرياضه ومع يعني ناس كثيره من الوسط الرياضي في فكره نعم للدستور. 12000 واحد. نعم يا دكتور. النهارده مغلقه. يعني اتحادات وانديه. ما انا عارف، انا معايا التقرير، فعلا. دكتور كمال، عمر جمال خلاص مضى لنادي الزمالك؟ عمر ماضي من اسبوعين تمام. ومقدم العقد خده ولا اجل مقدم العقد؟ لا هو قال انا مش مهم، انا زي زمايلي اللي هيبقوا في الملعب، لان انا مش عاوز احرق كمان النادي، بس انا عاوز العب في نفس الزمالك. طب شيء طيب. بالنسبه لحسام حسن ومبادلته مع هاني سعيد اللاعب المصري، في كلام؟ في كلام. بالنسبه لاحمد الشناوي النهارده نازل على المواقع ان الزمالك عايز يشتريه من المصري. في كلام يا دكتور؟ في كلام. طب في فلوس عشان الكلام؟
لا ما فيش فلوس كان يعني في كلام بس. في مقاصة بلاعبين. تمام. واحنا بنتكلم على افريقيا اكتر يعني. تمام يعني تمام. بنتكلم حتى لو كان ممكن اعاره بالنسبه للكابتن الشناوي في البدايه لغايه ما يبقى في اموال يبقى شيء طيب ان شاء الله. تمام. شكرا دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك. معايا على التليفون الاستاذ عمرو وهبي.